قطة تقع من الشباك في نيويورك وتتكسر رجلها، يقف المرور والبوليس يبلغ جمعية الرفق بالحيوان وتيجي عربية إسعاف ويشيل القطة لمستشفى القطط ويعمل لها عملية جراحية وتكبيس، وصاحبة القطة عمالة تعيط بره والناس تعيط ويكتبوا في الجرايد. وبعدين نفس الناس دول هم اللي يرموا قنبلة ذرية على هيروشيما تموت 7 مليون بني آدم. نفس الناس الحنينين قوي دول مش هاين عليهم القطة وعملوا كل الهيس، هم نفس الناس دول اللي بيرموا قنبلة على هيروشيما يقتلهم ويموتهم 7 مليون بني آدم في لحظة. يوم 30 يناير اللي فات تطلع لنا وزارة العدل الأمريكية بتصريح بتقول فيه إن هي هتخرج للعالم كله آخر ملفات من فضيحة جيفري إبستن اللي هي تعتبر أكبر فضيحة في تاريخ أمريكا وفي تاريخ العالم كله. وقالت إن الملفات دي هتكون بتتكون من 3 مليون وثيقة ما بين فيديوهات وصور وأقوال شهود وأسامي كتير جدا متورطة في القضية دي. والحقيقة من وجهة نظري إن الملفات المرة دي كانت هي الأخطر من ساعة بدء القضية دي، لأن الملفات المرة دي اتقال فيها قصص وحكايات غريبة جدا، حكايات عن مواضيع زي عبادة الشيطان، أكل لحوم البشر، وحاجات تانية كتير هنعرفها النهارده. بس قبل أي حاجة لازم الأول لو أنت ما تعرفش مين هو أصلا جيفري إبستن نعرفك هو مين. ولو أنت كنت عارف فعلا وعايز تعرف بس إيه الملفات الجديدة اللي ظهرت فتقدر تسكيب الجزء ده وتدخل على طول على الملفات اللي تم الكشف عنها. شوف يا صديقي، الحكاية بتبدأ بالظبط سنة 2005 لما في أم أمريكية بتروح للشرطة الأمريكية برضو وتبلغهم إن بنتها اللي عندها 14 سنة في يوم من الأيام وهي في إحدى الشواطئ قابلت راجل اعمال، وراجل الاعمال ده عرض عليها ان هي تيجي معاه قصره اللي في جزيره معزوله عن الدنيا كلها وتعمل له مساج مقابل $300. بس الشرط بقى بتاعه كان غريب شويه، ان هي تكون قلع هدومها خالص. المهم الشرطه تاخد البلاغ ده من الام وتبدا فعلا تدور وتبحث مين هو رجل الاعمال اللي الام بتتكلم عنه عشان يلاقوا ان رجل الاعمال ده هو جيفري إبستن. وخليني كده برضه اقول لك على السريع، هو جيفري إبستن ده اصلا جاء امتى كده المجتمع الامريكي وامتى تعرف؟ وان المجتمع الامريكي اصلا ذات نفسه بيسميه رجل الاعمال الشبح. ليه؟ لانه فجاه كده ظهر من النوير وبقى راجل اعمال كبير وبقى معاه فلوس كتير وبقى بيعرف نجوم المجتمع وبيظهر معاهم في كل حته، وده اللي كان المجتمع الامريكي كله بيستغربه، لانه كان بيقول على نفسه دايما ان هو راجل عصامي بنى نفسه بنفسه في شبابه واشتغل شغلانات كتير زي مدرس، موظف في بنك. بس برضه هل الشغلانات دي ممكن تتيح لشخص ان يبقى معاه كل الفلوس دي علشان يفتح شركة كبيرة ويشغل فيها فلوس كل الناس المعروفة في العالم اللي هنقولها دلوقتي؟ وزع صيته اكتر لما بدأ يظهر مع ناس معروفة جدا في الجزيرة بتاعته اللي اشتراها ب 8 مليون دولار سنة 1998. تعال بقى نرجع تاني للست الامريكية اللي بلغت ان بنتها اتعرض عليها موضوع المساج وهي مالطة ده. الشرطة لما خدت البلاغ ده وقعدت تدور وعرفت ان جيفري هو الراجل المقصود بالكلام ده، حطته تحت مراقبة مكثفة جدا علشان في الآخر بعد مراقبة طويلة يوصلوا لنتيجة مؤكدة بتقول إن الراجل ده مريض بيدوفيليا من الطراز الأول. ولو أنت ما تعرفش يعني إيه بيدوفيليا فهي رغبة الشخص في إنه يمارس الجنس مع الأطفال. وعلى فكرة إحنا كنا عملنا فيديو عن الموضوع ده مفصل تقدر تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده، وهتلاقيني حاطط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. والحكومة فعلا بتقبض على جيفري وبتوجه له تهمة الاعتداء على 30 طفلة قاصرة. والقضيه بقى دي تخيل مثلا جيفري ياخد فيها حكم قد ايه؟ ياخد فيها حكم سنه واحده بس، مع ان الحكم الطبيعي في قضيه بالحجم ده هي السجن المؤبد. لكن لان جيفري بعلاقاته عرف يرشي المدعي العام الفيدرالي في القضيه دي فياخد سنه واحده بس. بلاد حقوق انسان بقى وكده. وكمان جيفري قضى السنه دي في السجن بدون اي فرق اطلاقا في حياته. الراجل لما كان بيعوز مثلا يخلص صفقه معينه في شغله او يروح اجتماع او يروح حتى مشوار كان بيعمل ده بكل سهوله، بمجرد بس انه يطلب من المسؤولين عنه في السجن كانوا بيخرجوه ويجيبوه تاني. وتعدي السنه على الراجل ويخرج من السجن ويعيش حياته بمنتهى الطبيعيه اللي في الدنيا عادي جدا ولا كأن اي حاجه حصلت. بس بقى سنه 2011 تيجي صحفيه وتكتب مقاله طويله عريضه بتتهم فيها جيفري انه اعتدى على 80 قاصره وان هي معاها شهادات مسجله منهم بتثبت ده. بس المره دي بقى الموجه كانت كبيره قوي، جيفري ما عرفش يلمها ولا يقف قصادها، لان الحكومه ما وجهتلوش بس الاتهام، دي خدت بعضها كده وراحت تقتحم الجزيره عليه. وهناك كانت الصدمه. الشرطه بمجرد دخولها الجزيره ودخولها القصر اللي موجود في الجزيره لقت حاجات غريبه جدا، زي ان لقت مصورين ومخرجين موجودين في اماكن غريبه جدا جوه القصر ومتغطين بغرف زجاجيه، اماكن زي الحمام والمطبخ واوض النوم.
ليه؟ والتاني مرة يتقبض على جيفري، لكن المرة دي يلاقوه بقى ميت في زنزانته سنة 2019 منتحر. موضوع منتحر ده هنتكلم فيه شوية قدام كده عشان مشكوك فيه. أنا كده استعرضت لك مين هو جيفري إبستن والقصة بتاعته. تعالى بقى نشوف إيه الملفات الأخيرة اللي اتسربت له يوم 30 اللي فات وإيه اللي حاصل فيها. الحقيقة إن الملفات اللي تم الكشف عنها دي، الغريب فيها إن أكتر حد تم ذكر اسمه فيها هو دونالد ترامب. دونالد ترامب مذكور اسمه في الملفات دي لوحده 4000 مرة. الملفات دي بتبين لك بشكل قاطع إن إسرائيل ماسكة 100,000 زلة على ترامب تخليه هلهولة كده في إيديهم. مثلا الموضوع بيبدأ إن ترامب من ضمن الحاجات اللي اتسربت له في الملفات دي إن هو اتصور وهو بيعتدي على بنت عندها 13 سنة، ودي في حد ذاتها كارثه كبيره جدا في تاريخ اكبر راس في العالم وهو رئيس امريكا. وكمان الملفات ذكرت فضيحه كبيره جدا ليه ان هو سنه 2006 دخل في علاقه مع ممثله بورن ودفع لها بعد كده 130 ألف دولار عشان ما تجيبش سيره اللي حصل ما بينهم ده، خصوصا لما ترشح لانتخابات الرئاسه سنه 2016. وكمان الملفات اتصرف فيها محادثه على الايميل ما بين بيل جيتس صاحب شركه مايكروسوفت وما بين جيفري. كان بيل جيتس فيها بيقول لجيفري ان هو اتنقل له عدوى جنسيه بسبب البنات اللي عنده وان هو دخل معاهم في علاقه، وانه مش هيجي له الجزيره تاني لان البنات اللي عنده مش قد كده، بيجيبوا له مرات وحاجات. والحقيقه ان اغرب قصه بقى اتذكرت في الملفات دي كلها هي قصه متعلقه بجورج بوش رئيس امريكا السابق. القصه بتدور ان هو في احدى الرحلات اللي كانت على يخت كده، وكان طبعا اللي منظمها جيفري. جورج بوش اعتدى على شاب اعتداء كامل. ولو انت مستغرب يعني ايه تم الاعتداء على شاب، فخد دي كمان بقى. الشاب ده بعد ما تم الاعتداء عليه اتمسك واتقطع جزء من رجله بسيف، ويقال ان ده حصل كجزء من طقوس عباد الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحقيقه برضو ان الموضوع ما خلصش على كده بس. الشاب ده بعد كده كان شاهد انه في نفس اليوم ده وفي نفس الرحله على اليخت ده شاف ان في اطفال تم قتلهم، وبعدين طلعوا احشائهم اكلوها كجزء برضو من الطقوس دي. وكمان هنلاقي في الملفات دي ان في بنت كانت شاهده، ما كانتش شاهده دي هي وكمان هنلاقي في نفس الملفات دي بنت بتحكي قصه انه يهود باراك رئيس وزراء اسرائيل السابق اعتدى عليها بمنتهى العنف، وكان بيحاول يخنقها لدرجه انه كان هيموتها. وما كانش لوحده كمان، ده كان معاه الامير البريطاني اندرو بن اليزابيث. صدق بقى وتؤمن بالله ان كل اللي فات ده ما خلينيش استغرب ولا اندهش اكتر من الجزء اللي انا قريته ده. خلاني ما صدقش. تخيل ان جيفري إبستن كان في محاوره بينه وما بين حد كده يعني على الميل بتاعه، وكان بيقول له في ايه بقى. بيقول له ان دونالد ترامب ده هو اكتر انسان قابله في حياته شرير وسيء في الدنيا دي كلها. تخيل لما واحد زي جيفري عامل الكومبو بتاع المحرمات والغلطات ده يقول على حد انه وحش، يبقى الحد ده عامل ازاي؟ وبرضه من الحاجات الملفتة للنظر جدا في الملفات دي واللي لازم الواحد يقف عندها كتير ويفكر فيها، هو ان عائلة روتشيلد كانت بتبعت تحويلات بنكية كبيرة جدا بمبالغ كبيرة قوي لجيفري. ولو انت ما تعرفش مين هم عائلة روتشيلد، فدي عائلة يهودية ساهمت بشكل كبير جدا يمكن بنسبة 90% مثلا في إقامة دولة إسرائيل. ولو انت بقى تاخد بالك كده وتفسر كل اللي احنا لسه قايلينه ده بيدعم وجهة نظر بتقول ان جيفري اصلا هو عميل لاسرائيل، وان اسرائيل كانت عامله كل الهاله دي حواليه وبتستخدمه علشان توقع كل الناس اللي احنا لسه قايلين اساميها دي في فخ من الفضائح والكوارث. ولو فعلا تم اثبات الكلام ده بنسبه 100%، فده يدل بقى على ان اسرائيل ماسكه كميه زلل على رؤساء ووزراء في العالم ده انت ما تتخيلهاش. وده اللي يفسر لنا ليه كان الكل ساكت في وقت ما كانش ينفع في السكوت. نقدم لكم المجتمع الغربي يا سادة. ده المجتمع الغربي اللي قعد طول عمره يكلمنا عن التحضر وقد ايه العرب دول ارهابيين وهمج وملهمش دعوة بالإنسانية. ده المجتمع الغربي اللي كل شوية يظهر واحد يكلمنا ان احنا لازم ناخده قدوة ليه. انا عايز اشوف بقى الناس اللي كانت بتكلمنا وبتقول لنا ان المجتمع الغربي احسن مننا وان احنا ما نعرفش حاجة عن الإنسانية. فينكم؟ اعتقد بقى المره دي مش هتلاقوا شماعه الاسلام اللي لما كل ما يحصل حاجه زي دي تعلقوها عليها. اهو الموضوع مش جاي من عندنا خالص. انا عايز اقول انه ما طلعش في حاجه اسهل من ان احنا نبيع نفسنا للشيطان عشان يبقى عندنا ابراج ومولات كبيره وسياحه، بس في الاخر هنبقى متصورين مالطا مع اطفال. نرجو بقى نكون عرفنا مين اللي بيحكم العالم بجد، ومين اللي طول الوقت بيكلمنا عن حاجات زي المساكنه والمثليه تحت بند الحريات والديمقراطيه. هي شعوب غرقت في الوحل وتعاصت في الطين
وعايزه تغرق الاوطان الباقيه كلها معاها وتنزلها في اسفل السافلين. وانت دلوقتي ممكن تكون بتسال نفسك سؤال منطقي جدا: ليه امريكا اصلا تسمح بظهور وثائق بالخطوره دي؟ وليه واحد زي دونالد ترامب ما يمنعش ظهور الوثائق دي ويحافظ على صورته قدام العالم؟ احب اقول لك انه مش بايده يا صديقي اصلا. ترامب اللي راعب العالم كله ده ما هو الا قطعه شطرنج في لعبه كبيره جدا بتتحكم فيها اسرائيل. اسرائيل بامر منها لحبايبها اللي جوه الحكومه الفيدراليه امرت بتسريب الوثائق دي دلوقتي بالذات. ولو بتسال ليه دلوقتي بالذات، علشان تضغط على ترامب انه يضرب ايران. ايوه زي ما سمعت، اسرائيل عايزه امريكا تضرب ايران في اسرع وقت وباي شكل، وعلشان كده طلعت الوثائق دي دلوقتي علشان تضغط بيها على ترامب. علشان ترامب لما هيتفضح قدام العالم كله مش هيبقى قدامه اي حاجه يلغوش بيها على اللي حاصل ده غير انه يضرب ايران ويلهي العالم كله بالحرب اللي هيدخلها مع ايران. ويا ريت يا جماعه نفهم بقى ونتاكد ان الدور بقى حرفيا جاي علينا، ما بقاش فيه قدامهم غيرنا احنا. فلو ما ركزناش كده وصحصحنا هنتاخد في ثانيه. اصل بصوا يا جماعه، الحروب مش كلها مسدسات ودبابات. الحروب اللي بتحصل دلوقتي هي حروب تدمير عقول وتفكيك شعوب. ونتأكد ونعرف إن على مر العصور وباختلاف كل الأزمنة، لكن العدو واحد، هو مفيش غيره. أي شر بيحصل في العالم لو دورت وراه هتلاقي أساسه هو مفيش. مش بعيد الأيام الجاية بقى تلاقي صفحات كتير قوي بتقول إنه تم تسريب مثلا اسم فلان ولا علان، وفلان ده طبعا هيبقى من جماعة معينة، أو فلان ده هيبقى من حزب معين في ملفات جيفري إبستين، لأن كل واحد هيبقى عايز يصطاد في المعركة. فيا ريت بقى لما تلاقي اسم اي حد يتذكر انه جه في الملفات تتاكد كويس قوي، علشان في ناس كتير قوي هزت في الزيطه. بس كده يا سيدي، ولو الحلقه دي عجبتك ما تنساش بقى تعمل لها سبسكرايب ولايك وتشير الحلقه دي لاي حد انت عارف انه مهتم كمان بالموضوع، وتكتب لنا تحت في الكومنتس انت ايه رايك في الموضوع ده. سلام. الناس دول هم اللي ساعدوا إسرائيل في لحظة على إقامة دولة وشردوا شعب بحاله، لكن حنينين قوي، قطة قطوطة.